علي ماهر كان عايز يعملها معانا يا جدعان، بس النادي الاهلي ما تأمنش معاه. الاهلي بيتخطى المصري بنتيجة 2-1. المصري بيحط هدف في الدقيقة 95، الماتش خلص. المصري بيحتفل، المصري صعد. يطلع بقى حسين الشحات بإصرار ياخد ضربة جزاء من إلياس الجلاصي في قرار منتهى الغباء من إلياس الجلاصي. بيخش علي معلول لتنفيذ ركلة الجزاء وبيحطها. بيجي قندوسي في الدقيقة 105 بيروح بالكورة بعد تدرج في نص الملعب في منتهى التمكن من النادي الأهلي، وبيحط تسديدة ولا أروع، وبيصعد النادي الأهلي لملاقاة نادي إنبي في نص النهائي. اللي هيفوز من اهلي وانبي هيقابل اللي هيفوز من بيراميدز والزمالك. اشتعل كاس مصر صراحه. علي ماهر كان هيزعلنا، بيبان بصمته بانت جدا، حتى بص ما مسكش المصري اصلا، والاهلي بياخد راحه 3 اسابيع.